الفرقه اللي يتبعوها صحافه زيكو ويتبعها الجمهور ديالنا والله ما طفروا، شجعوها وردوا العلامات كونتر المغرب ولد فايزه ديالنا وفرنسا ديالنا وحنا غادي نديو كاس العالم ولد فايزه عندنا تما وطاطات. حنا والله ما طفروا. الفرقه اللي توقف معاها اللي يوقفوا معاها هاد صحافه زيكو ولا ديالنا والله لا طفرات والله العظيم لا طلع لقدام. سبحانك يا عظيم. الفرقه اللي يشجعوها تخسر. اليوم غادي يقول لك ولد فايزه كاميروني، اليوم غادي يوقف ديالنا طلع معاهم في شي لايف ولا كذا منا في تيك توك ولا تسمعهم في الاخر كاع الفايزه كاميروني والفايزه ديالنا لا ماشي ديالنا. باش تعرف المرض كي داير لي بنادم. اليوم اسبانيا قرات من كره القدم، تيرو كادري ما داروش، محاوله حقيقيه ديال فرنسا ما كانش. المدرب ديشو عجبوني فيه اليوم السبنيولين خلاوه ساكت، والسبنيولين باش عجبوني كيهضرتهم كيتنفيذ. قال لك غادي نربحوهم ويمين يامال الصباح حط لهم في الانستغرام بالله ربحناكم بخمسه وربحناكم منها وحط لهم كل شيء. اليوم ديك حقيقه 2-0 كانوا قادرين يعطيوهم. علاش؟ لانه داروا عليهم بريسينغ قتلوهم. والاسبان المشكل ديالها بدات بشويه بشويه. اليوم حطت اللي عندها. راه المنتخب المغربي نهار الماتش معاهم لو كان ما كانش عنده مقابله كبيره مع هولندا ودار مقابله عاود معاها مع كندا في دوزيام ميتو كبيره باش رجع، راه كان لو كان دار عليهم شويه ديال البريسينغ راه كان غادي يفرحهم. لان شوف هما عندهم الهجوم ثقيل، وسط الميدان فيه خلل. وهبي يمكن في التفكير ديالو كان باغي يدير هاد الطريقه هذه كان غادي يربحهم، لانهم ضعاف هما لي فرونسي في الهجوم. هجومهم قوي سي فري هجومهم، ولكن عندهم خلل كبير في الدو الطروا وفي وسط الميدان عندهم واحد الخلل. راه اليوم من استغلوا هذاك الخلل اللي فرنسا اللي ضربت الجزاء الاولى ديال هذاك الطروا وزادوا دخلوا لهم عاود الهدف الزيرو. راك شوف كيفاش فركتوهم، وكانوا غادي يفركتوهم ب 3-0. انا استغلوا لهم هذيك الاخطاء ديالهم. وهبي يمكن مشى بهذيك الطريقه من لعب العياء وكذا منا ما مشاتلوش. ولكن اليوم لي فرنسي والو هذيك لي فرنسي اللي تخوف وقال لك فرنسا جايه دير لقب وفرنسا وراه غادي يمشي الرئيس تما يحضر لهم النهائي باش يجيب لقب. واش من لقب؟ واش تقدر انت اليوم توطف اسبانيا هذوك غير الاخر غير بزاوز وهلكوك في وسط الميدان، هلكوك بالبريسينغ. وهذاك البريسينغ من ديروا لاي منتخب راه ينهلك. اليوم طلعوا عندهم داروا بريسينغ، خرجوا صليبا مبليسي، زادوا تروا صافي خرجوهم من الماتش، دار هذاك الخطا الفادح خرجوهم من الماتش، زاد ديشون. ولكن اليوم تبعوا الاعلام الفرنسي اليوم غادي يقول لك هذوك افارقه، وكاين اللي غادي يسبهم اليوم، وكاين فرنساوي اليوم غادي ياكلوا مساكين السبان. بصح مين كانوا يقول لك حنا غادي نديو اللقب والعجرافه ويخرجوا صدورهم، وتشوف ديشون خرج صدرو في الندوه الصحفيه وهنايا ديشون استقاله. اي دقوا اي خويا السيكتور. راه هذه راه يقولها اسبانيا الا كهضروا في الاخر قال لك اودي غادي نربحوك غادي نربحوك وربحوك، يعني ما ضحكوا معاك ما والو. اليوم شفنا الندوه الصحفيه ديال وهبي، عجبتني يعني الندوه الصحفيه ديالو. حكى على المستقبل غادي يكون زاهر ديال المنتخب المغربي. واش هو غادي يخليو خاص الاستمراريه وخاص الاستمراريه مع وهبي، لانه وهبي نفس العقليه ديال دي لافوينتي حتى هو يخدم بمهاجم وهمي، دي لافوينتي حتى هو يخدم بالبريسينغ بحالو. غير واش هو وهبي شي لعابه خذلوه، يعني شي لعابه كانوا ناقصين داهم معاه. هذه حقيقه تقال. ان شاء الله غادي يخدم الفرقه كي اللي بغاها ان شاء الله من 2030. عنده قبل كاس افريقيا 2027 ومطالب باش يدير اللقب لانه هو حامل اللقب ديال 25. يعني ان شاء الله باذن الله ما غادي يكون غير خير مع وهبي. انا شفت اليوم الانسان اللي باغي يخدم. هو قال لك انايا ما جيتش باش نفرح، يعني الناس طلعت الدور 16 وفرحت، هو قال لك انا الدور ربع نهائي وما فرحانش. وسي فري المنتخب المغربي ما فرحانش. يعني كي تشوف الاداء ديال المنتخب الفرنسي كان قادر يدير مقابله كبيره. اللي خان لعابه المنتخب المغربي العياء وما كانوش مركزين. لو كان داروا البريسينغ اللي دارتو اليوم الاسبان كانت تقدر تجي معاهم مقابله كبيره وكانوا يقدروا يخطفوهم. مي الله غالب. يعني خصك تتعلم هذه الاخطاء، تتعلم ان شاء الله. وهبي اليوم راه كان في الربع النهائي تعلم هذه الاخطاء ان شاء الله. هذه التصريحات ديالو انا عجبتني. وسيرتو التواصل، ملي يكون عندك التواصل وعندك مدرب بحال هذا شاب وباغي يتواصل خصك الا تشجعو وتوقف معاه. الناس راه تخدم على المستوى العالي وان شاء الله كما قال هو درجه بدرجه. وخاصك لعابه حتى هما يكونوا عندك شويه لعابه يلعبوا في الانديه ديالهم كيما الاسبان عندها لعابه تقريبا هذوك كاملين بال11 يلعبوا في الانديه ديالهم وفي المستوى العالي. وعندهم مدرب حتى هو بدا في الشبان كيما وهبي. وان شاء الله ما يكون غير الخير ويجيو الالقاب وتقدر تلعب النهائيات وتلعب كل شيء. نتمناو الخير للمنتخب المغربي. شفنا الفضيحه ديال المنتخب السنغالي اللي كوليبالي خرج حتى هو بتدوينه قال لهم لا خاصكم توقفوا عين هذا الفضائح هذا وراه شوهتونا مع العالم. شفنا الوزاره ديالهم حتى هما خرجوا ببلاغ. الوزاره ديالهم قالت الاتحاد السنغالي خاص توقف هذه الفضائح لانه راه فضيحه كبيره. تخيل يديو الطباخ واش تيصرالو، تخيل يديو
الطبيب ديال النساء راه شوف هنا ما فهمتش انا هذا الفريق اللي كبروه. تعرف شنو اللي كبر هذا الفريق السنغالي والاتحاد السنغالي؟ الا هو الاعلام اللي طلع كبره. هو مدربهم باب ميا وهذاك جريو عليه، ما عقلوش عليه. علاش؟ هما عارفين اصلا الطاس اللي غيتحكم لصالح المغرب، يقول لك واش غادي نصدع راسي بيه، وخربق الفيستيار وخربق كل شيء، لانه هذيك العجرفه ديالو كان يقول انا هو باه. يعني جاو الجمهور، شوف واحد المدرب يعني من سراق شو صرا له، ربي كيكملها على الانسان اللي يكون سارق واللي ما يكونش نيته صافيه. شوف كملت عليه بالطرد، بجراو عليه بتبهديله، كملت على الاتحاد السنغالي بتبهديله. كل شيء هذا الشرفاء المغاربه اللي مساكين خلاهم يبكيو هذيك الليله هذيك ديال 40 مليون تبكي. ادعوا الشرفاء راه لحقتكم الشتات. تخيل صرا لهم الشتات، تخيل هذا. وتا واحد ما واقف معاهم دروك، تا واحد ما يقدرش، لانهم هما صحابهم غادي يوقفوا معاهم في الاول يكملوا معاك. راه ما يكمل معاك تا واحد في الاول يضحك لك، في الثالث صار لك شي مشكله راه ما يعقلش عليك. هما الناس كاع يضحكوا عليكم، ديتو ميتسات ديال السيدات ودرتو كلشي يضحك عليكم. هذا هو اللي الانسان خصو يفكر قبل ما يدير شي حاجه. اليوم هاو بحال المنتخب الفرنسي العجرفه ديالو كذا، من جا لقى منتخب وقفه عند حده، بريسينغ طاق رق يلاه باري خويا السيكتور روح تعلم. راه هذه كره القدم، راه هذيك العشرافه وتحسب راسك انت هو وصلت وانتيا راه فتاني ما دير والو. هذه اللي صرات اليوم المنتخب الفرنسي، واللي صرات المنتخب السنغالي، واللي صرات لنا حنا حاسبين راسنا حنايا وصلنا لما كان مستوى ضعيف. المصريين راهم غادي يحتفلوا بالانجاز الوهمي ديال حسام حسن اللي راي يكذب على الشعب ديالو بانجاز وهمي. تخيل انجاز وهمي، ربح نيوزيلندا ماتش واحد، راهم عاد يحتفلوا لحد ساعتين هذا، راهم عاد يحتفلوا. وتخيلوا الشعب كيفاش انت كون نجي نهضر معاه في لي ستاتيستيك. لا انا اديت مقابله مع الارجنتين، ومن بعد حتى السعوديه ربحت الارجنتين، ومن بعد السعوديه ربحتها كوره في كاس العالم 2022. من بعد واش درت انت؟ خسرت ما كملتش الماتش. لا الحكم حقرني، ولكن عطينا لي ستاتيستيك واش درت ملي بدات الدوره. درت تعادل مع بلجيكا ما كانش في الظروف ديالها، ربحت نيوزيلندا اللي كنت خاسر معها وليت في النتيجه، ودرت تعادل مع ايران وكنت قادر نهزم مع ايران. واش درت؟ استراليا تعادلت معها، مشيت مع البلانتيات اللي اضعف فريق معاك، اللي طاح في الدور 32 هو استراليا اضعف فريق. يعني عطيني واش درت. ولكن ما نهضر معاهم بهاد الحوايج تسمعهم وتبرهم الحبل. احنا احسن فريق من المغرب. علاش تدخل المغرب في اللعبه ديالك؟ المغرب راه خامس عالميا، سادس عالميا، والمغرب يخرج السابع عالميا وانت خرج 15. المغرب بعيد عليك، ما خصكش تقارن راسك بالمغرب، قارن راسك باللي معاك، اللي قدامك 15 14 هذوك اللي قدامك في هذه في كاس العالم 15 وانت راك 28 ولا. يعني خصك تقارن راسك مع هذوك الحوايج. بس انتوما المشكل ديالكم فيكم الهضره بزاف، فيكم حنا الان وحنا غادي ما طفروش. نشوفوكم في كاس العالم 2030 واش غيتعاودوا الانجاز ولا غادي تخرجوا من الدور الاول تخرجوا حانين الراس ومروحين. ما تقدروش. هذا هو المشكل ديال العرب، هذا هو المشكل. لانه يشوف غير عند رجلي. انا الوهبي عجبني اليوم قالوا لنا ما نحتفل، هو عنده الحق باش محتفل. انت خارج من ربع النهائي وغضبان منيرفي. علاش كان الطموح ديالو النهائي؟ انت خارج من الدور السادس وفرحان وطاطاط وخاسر، عاد خاسر بثلاثه ومع استراليا وتحت مع نيوزيلندا. ربح نيوزيلندا وخارج فرحان. عمرهم ما غادي يطلعوا العرب جامي يطلعوا، جامي يزيدوا قدام، لانهم عندهم اللي حاكمينهم واللي بحال هذاك حسام حسن يبغي يدير لقطات صافي، شاد يدير لقطات سيتو. هادشي اللي كاين. المهم باي المنتخب الفرنسي. راه قلت لك الا شجعناكم احنا راه شوف شجعوكم هما ماشي انا خاطري وخاطركم انا ما شجعكم. راه الا شجعوكم صحافه الزيكو وناضوا هضروا عليكم في الاعلام صافي مشيتوا. اليوم روحتوا. هذه راه حقيقه وهذا واقع. ما نعرفش خاصهم ديالنا ما يبقاوش يتفرجوا في كره القدم. من اللي يلعب المنتخب خاصهم يبعدوا من التلفزيون ويتفرجوا على واش ربحوا. يلا السلام عليكم، تهلاو في راسكم، في راسكم ان شاء الله.